السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هعمل الكشري المصري بكل التريكات اللي تنجحوا معاكي من أول مرة. لأول مرة تشوفي قناتي ندرس زي الاشتراك ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ورأيكم في الكومنتات وما تنسوش في اللايك. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنسمي الله. واول حاجه هنجيب البصل وهنقشره، هغسله كويس جدا. هبتدي بقى اشيل الحته الناشفه اللي بتبقى في البصل دي عشان ما تضايقنيش وانا بفرط البصل من بعضه بعد تقطيعه. هتجيبي البصله بقى وتقسميها كده بالنص، مش هقطعها من الحته اللي انا شلت منها الحته الناشفه. هجيب بقى البصله من الجنب كده وابتدي اقطعها كده، اخرطها جوانح، بحيث دي هتتفرط، تخلي البصل يتفرط معايا كويس. بعد ما خرطت البصل وبصوا متفرفط معايا كويس ازاي، بصوا يا جماعه. هنزل على البصل بتاعي بربع كوبايه من الخل وهسيبه ربع ساعه عشان يتشرب الخل دوت، والبصل يطلع معانا مقرمش وجميل بعد ما يتقلي. كميه زيت حلوه على النار كده، لان الزيت ده انا اللي هشتغل بيه كل الكشري بتاعي. وابتدي انزل بالبصل بتاعي. اول ما ياخد لون معانا كده نهدي عليه لحد ما يحمر. بصوا بقى يا جماعه، شايفين البصل بيتكسر معايا؟ بصوا تحفه، مقرمش جدا يا جماعه. دلوقتي بقى هسلق المكرونه بتاعتي في حله على النار وفيها ميه. هحط فيها كده 3 معالق من الملح، وهحط فيها شويه من الزيت. اول ما الميه تغلي هنزل عليها كده بمكرونه سباكيتي انا مقطعاها كده صغيره، ومعاها مكرونه خواتم اللي هي الكبيره. عشان اجهز الصلصه بيكون معايا طماطم معصوره ومتصفيه كويس جدا، هيكون معايا معلقه كبيره من الصلصه الجاهزه، هيكون معايا معلقه صغيره من البابريكا ملح، ونص معلقه من الكمون البودر، ونص معلقه من الكزبره، رشه من الفلفل الاسمر، ورشه من الشطه. هيكون معايا معلقه كبيره من الثوم المفروم، ومعايا نص فنجان من الخل. تاني تركه مهمه في عمايل الكشري، هناخد شويه من الطماطم اللي احنا مصفينها، واحط معاهم بصلايه صغيره وفص ثوم صغير وهضربهم في الخلاط، هيفرق جدا في طعم الكشري. هاخد بقى شويه من الزيت اللي انا قليت فيه البصل، وهنزل عليه بمعلقه الثوم المفروم لحد ما تاخد لون كده خفيف، تبتدي قبل ما تصفر. هنزل عليها بالكزبره البودر والكمون. اول ما تاخد اللون الحلو الدهبي ده هترشها على طول بالخل، هتاخد غلوه فيه، وهنزل عليه بالصلصه. هنزل على الصلصه بقى بالملح والكزبره والكمون والفلفل الاسمر والشطه بالشكل دوت، وهنزل عليهم بالصلصه. بتسيبيها على نار عاليه غلوتين كده، وبعد كده بتهدي عليها النار لحد ما تتسبك. عشان اعمل العدس معايا نص كيلو من العدس غسلاه كويس جدا، ومعايا نص كيلو العدس نص كوبايه من الرز، وهيبقى معايا كوبايه من الشعريه. المقدار ده هيظبط معاكي العدس بتاع الكشري حلو جدا. هحط على العدس ميه وهحطه على النار يتسلق. عقبال ما يتسلق هنعمل بقى الرز والشعريه. في حله على النار هاخد شويه زيت كده، حوالي نص فنجان من زيت البصل. اول ما الزيت يسخن هنزل عليه بالشعريه وهديها لون ذهبي فاتح. اول ما الشعريه خدت اللون الذهبي الحلو دوت، هنزل عليها بنص كوبايه الرز اللي انا غسلاها كويس جدا ومصفياها بالشكل ده، وهديله تشويحه مع الشعريه. انا ركنت الرز والشعريه على جنب كده. بصي اي ريم بيطلع على العدس من فوق بتشيليه. العدس انا هسويه نص تسويه، انا مش هسويه تسويه كامله عشان يبقى طعمه زي الرز، ما يبقاش حاجه مستويه وحاجه نيه، يبقى العدس نص تسويه. بعد ما العدس بتاعي اخد نص تسويه هضيف له الملح وهطفي عليه، هديله غلوه كده معاه وهطفي عليه، وهصفيه من الميه. بس الميه مش هدلقها، الميه هحطها على جنب بتاعت العدس لان انا هستخدمها، والعدس هيبقى على جنب. ده حمص الشام، ده اختياري، ده كان عندي في الفريزر باقي مني وطلعته اسخنه عشان احطه على الكشري. حابه تحطيه، حابه مش حابه تضيفيه خلاص. عشان اعمل الدقه معايا حله على النار فيها كوبايه من الميه، هنزل عليها بفص من الثوم، ورشه من الكزبره البودر، رشه من ملح الليمون، وهطعميها برضو بشويه ملح واربع معالق من الخل، وكبشه من الصلصه اللي احنا عملناها، وهنقلبها وهنسيبها كده على جنب. دلوقتي هحضر الشطه اللي احنا بنلاقيها في المطعم، معلقه من الزيت في الطاسه، وهنزل عليها بمعلقه كبيره من الشطه، وابتدي اقلبها. مش هتاخد معانا دقيقه يا جماعه، وهتلاقي لونها غمق. وهتطفي عليها وتسيبيها لما تهدى خالص. اول ما بردت هنزل عليها، هيبصوا بالشكل ده يا جماعه. هنزل عليها بكبشه برضو من الصلصه بتاعه الكشري. اوعوا يا جماعه تكون الشطه سخنه او احنا فاتحين عليها النار وننزل عليها ندشها بالصلصه، بتبقى صعبه جدا. اخر حاجه معانا بقى الرز. بعد ما الرز شوحته كنت سايباه على جنب كده عقبال ما العدس يستوي، عقبال ما اخلص الدقه والشطه. دلوقتي بقى فتحت عليه النار سخنته تاني، هنزل عليه بالعدس ياخد معاه تشويحه هو كمان.
التركه المهمه بقى اللي هتخلي طعم الكشري حلو، نص المقدار اللي بنحطه للميه هيبقى نص ميه، ونص ميه العدس اللي اتسلق فيه، اللي انا قلت لكم ما ترموهاش. هنطعم بقى العدس بتاعنا ونشوف بقى محتاج ملح، وهنغطي عليه وهنعمله معامله الرز العادي ونسيبه لحد ما يتشرب. اول ما الرز يستوي هجيب حله فيها ميه على النار بتغلي، وهحط عليها مصفى فيها المكرونه تسخن، ومولعه على الصلصه بتاعتي على الهادي. كل ده عشان يبقى الاكل بتاعك كله سخن. وده الرز بعد ما اتشرب واستوى. بصوا يا جماعه، تحفه، مفلفل وسخن، المكرونه بتاعتنا هتبقى سخنه والصلصه سخنه، كل حاجه جاهزه. وده الكشري بعد ما غرفتوه. يا رب اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.